تعرفي ان انت بمعلقه صلصه واحده وكمان معلقه نشا ان انت هترتاحي طول المدارس. اي أيوة والله، خلاص ما عدتيش هتحتاجي تعملي سندوتشات تاني. كل اللي عليك ان انت تجيبي معلقه صلصه وعليها معلقه نشا وتقلبيهم مع بعض لغايه ما يكونوا معاكي خليط لونه فاتح بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. دلوقتي انا جبت نص كيلو من الدقيق، انا جايباه من عند العطار سايب كده، وانت استخدمي اي دقيق متوفر عندك. انا بقولك ان اي نوع هينفع معاكي وهيطلعها ممتازه. بدأت ان انا انخل الدقيق بتاعي كويس جدا، وبعدين هبدأ اجيب البولة اللي انا هعجن فيها، هنزل فيها بكوباية واحدة من المية وعليها معلقتين اتنين من السكر، كمان عليها معلقة صغيرة من الخميرة، يعني نص الباكت اللي احنا بنجيبه ده، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. كمان خليط بقى النشا مع الصلصة، انا هبدأ ان انا ادوبه في السوائل اللي احنا ضفناها او في كوباية المية اللي احنا ضفناها، وهبدأ بقى ان انا اقلب كده بمنتهى السهولة. هنبدأ ان احنا نعجن. طبعا هبدأ ان انا اعجن بايدي ولسه محتاجة كمية سوائل تانية، فهضيفها واحدة واحدة وما شاء الله بتطلع فوق الممتازة. هبدأ بقى ان انا اعجن كده وبضيف الميه معلقه معلقه. طب ايه الفايده ان انا اضيف الميه معلقه معلقه؟ لو العجينه بتاعتي دي العرق بتاعها بسيط او الدقيق يعني مش نوعيه كويسه، لا بتربي عرق وبيطلع معانا العجينه ممتازه. بعد ما العجينه اتلمت معايا بالشكل ده، جبت معلقتين اتنين من الزيت، عليهم نص معلقه من السمنه. لو مش حابه تضيفي سمنه او مش متوفر عندك سمنه، هتضيفي 3 معالق من الزيت، وهبدأ أكمل عجن في العجينة. وطبعا أول ما بنضيف المادة الدهنية بتبدأ إن هي تحل العجينة كده وتسيبها من بعضها. مفيش مشاكل، بنكمل بس عجن لمدة دقيقة، وبعدين نلم العجينة ونغطيها كده ونسيبها بس لمدة تلت ساعة عشان احنا دلوقتي في الصيف. ههبط بقى الخميرة بتاعتي بالشكل ده وهنبدأ ان احنا نقسمها. انا قسمتها بنفس حجم الليمونة الكبيرة بالشكل ده. اللهم بارك، النص كيلو دي هيعمل معانا كمية بسم الله ما شاء الله حوالي كام، وعشرين واحدة 24 واحدة على ما اعتقد. التشكيل بتاعها مفيش اسهل من كده، بفردها بايديا وبعدين بنزل بالجبنة او اي بقى حشوة انت عاوزاها. عاوزة بقى جبنة رومي المتوفر عندك، لانشون، جبن على زيتون، جبن على خضار. الحشوة اللي انت هتضيفيها هي دي اللي هتكون جوه العجينة بتاعتك، وبنقفل عليها بالشكل ده كده، وبيطلع معانا زي الجاهزة. يعني الموضوع بسيط ومش محتاج لا وقت ولا حتى مجهود. اظن مفيش اسهل من كده تشكيل. بسيبها لغاية ما تختمر لتاني مرة، ويعني بسيبها نص ساعة. بعد التشكيل نص ساعة بجيب معلقة من الحليب وببدأ ان انا ادهن الوش وارشها كده بشوية من السمسم. لو عندك حبة البركة هيكون افضل كمان عشان الولاد. وتدخل على فرن درجة حرارته 180 مشغلاه من قبلها. انا محتاجتش ان انا اشغل الشوايه، وده على حسب الفرن بتاعك. بخرجها بغطيها على طول عشان تفضل معايا طريه وزي الملبن زي ما انتوا شايفين، هشه جدا. شايفين بقى العجينه مرتفعه ازاي؟ والله والله نوع الدقيق اللي انا مستخدماه مش عارفه اسمه، يعني نوع عادي خالص وارخص حاجه عند العطار. باي دقيق هتقدري تعملي كل الفطاير دي وتطلع معاكي ممتازه. اهم حاجه بس ان انتي تمشي على نفس الطريقه اللي احنا عجننا بيها كل الكمية دي. وطبعا الولاد سحبوا منها من نص كيلو دقيق بس. اظن مفيش اسهل ولا اوفر ولا ابسط من كده. انتي هتخرجيها على اللانش بوكس على طول، مش محتاجة لا وقت ولا تفتحي سندوتشات ولا تحشي. حطي فيها الحشوة اللي تعجبك، واظن تسلم ايدك يا لولو.